عايز تدفع مخالفات المرور بتاعت عربيتك من البيت، كمان تجيلك شهادة سداد المخالفات ديليفري؟ ركز معايا في الخطوات اللي جاية دي. أول خطوة، هتدخل على بوابة مصر الرقمية وهتدخل رقم موبايلك المسجل باسمك والباسورد، أو تنشئ حساب جديد لو أنت ما عملتش حساب على الموقع. تاني خطوة، هتنزل تحت خالص هتلاقي اختيار اسمه مركباتي، هيفتح لك اختيارات كتير، هتختار منها سداد مخالفات رخص المركبات واستخراج شهادة براءة الذمة. تالت خطوة، هتلاقي شروط وأحكام، بعد ما تشوفها هتضغط أوافق، وبعد كده هتدوس على بدء الخدمة، وبعد ما تضغط عليها هيظهر لك بيانات العربية اللي متسجلة باسمك، هتدوس التالي. رابع خطوة، هيظهر لك انك تتأكد من بيانات عربيتك، وبمجرد ما تدوس نيكست هيظهر لك كل المخالفات وبالعناوين وبالتوقيت وبالصور كمان، وهيقول لك اجمالي المخالفات دي بكام، وهيدي لك اختيارين: دفع جزئي للمخالفات ومش هيبعت لك الشهاده، او دفع كل المخالفات ويطلع لك شهاده براءه الذمه. طبعا هنختار الاختيار الثاني وهنضغط على التالي. خامس خطوه، هيطلب منك تدخل العنوان اللي عايز يجي عليه الشهاده، وبمجرد ما تحط العنوان بيعرض لك اجمالي المبلغ، وهتدوس الذهاب الى الدفع. وهنا هنوصل لاخر خطوه، هيجي لك اختيارات تدفع الفلوس يا اما عن طريق كريدت كارد او شبكه شركات التحصيل زي فوري وامان مثلا، او بطاقه ميزه البنكيه، او محفظه الكترونيه زي فودافون كاش مثلا. وهنا هتختار الاختيار المناسب ليك وتكتب البيانات المطلوبه لتسجيل الطريقه اللي هتدفع بيها. وبكده اقول لك مبروك، انت سددت المخالفات اللي عليك، والشهاده هتوصل لك خلال 3 ايام عمل. ابعت الفيديو ده لكل اللي بيدب مشوار المرور عشان المخالفات.